فيلمنا بيبدأ في مدينة إيرلندل وبنشوف مجموعة عمال وهم بيحفروا في الجليد، وبنتعرف ساعتها على طفل صغير اسمه كريستوف اللي كان بيساعدهم ونفس الوقت مستمتع بوقته معاهم. وفي نص الليل بنروح لبنت اسمها آنا واللي كانت نايمة هي واختها الكبيرة إلسا، لكن آنا ما كانش جايلها نوم علشان كده حاولت تصحي اختها تلعب معاها. إلسا توافق علشان تفرح اختها وبيخرجوا يلعبوا سوا في تلج، وإلسا بتبدأ تعمل خدع سحرية لآنا اللي بنكتشف ان إلسا بتقدر تتحكم في الجليد وبتصنع رجل تلج كمان وبتخليه يتكلم مع اختها، وكانوا مقضيينها لعب وهزار سوا. لكن آنا من كتر ما هي كانت مبسوطة بتجري تنط من فوق جبل عالي وبتقع على الارض، فلما إلسا بتشوفها بتحاول تساعدها وتنقذها تحدف عليها كورة تلج بالغلط، وقتها الكورة بتيجي بقوة في وش آنا وبيغمى عليها، وإلسا بتحس بالندم علشان هي السبب في اللي حصل لاختها. لكن باباها ومامتها بيظهروا فجأة وبيشوفوا آنا واقعة على الارض، وساعتها بنعرف والد إلسا وآنا يبقى ملك مدينة إيرلندل اللي اول ما بيلاقي آنا درجة حرارتها مرتفعة بيجري بيها لمدينة بعيدة وسط الجبال علشان يعالجها. بنشوف طفل اسمه كريستوف ويكون متابع الملك وبيشوفه وهو بيجري ببنته، فبيركب الغزال بتاعه وبيطلع يجري وراهم وبيعديش كتير والملك بيوصل لمدينة مليانة بكائنات شكلها غريب. اول ما بيشوفوا الملك بيتجمعوا حواليه، اما كريستوف بيكون شايف كل ده من بعيد وبينبهر بشكل الكائنات جدا. لحظتها الملك بيقابل زعيم الكائنات الغريبة دي وبيطلب منه يعالج بنته، فالزعيم بيبدأ يعالج آنا، لكن من ضمن العلاج بيمسح ذاكرتها تماما، وده علشان ما تفتكرش اي حاجة عن قوة إلسا اختها وتفضل طول الوقت خايفة تقرب منها. وبيعرفهم كمان ان إلسا قوتها هتزيد قوي ومش هتقدر تتحكم فيها، وده هيأثر على حياتها لانها هتفقد التحكم في نفسها، وبينصحهم انهم يعلموها ازاي تتحكم في قوتها دي قبل ما سكان مدينة إيرلندل يعرفوا بيها وساعتها هيخافوا منها. ولما الملك بيسمع كلام ده اول حاجة بيعملها لما بيرجع البيت انه بيقفل كل الابواب وبيحبس إلسا جوه القصر علشان محدش يتعامل معاها نهائي، حتى اختها آنا بيبعدها عنها علشان ما تتأثرش بقوتها وتفتكر اي حاجة من الحادثة. لكن آنا ما كانتش فاهمة ان كل ده لمصلحتها وكان نفسها تلعب مع اختها زي ما كانوا متعودين. وبتعدي السنين وبنشوف الملك وهو بيجهز نفسه علشان ناوي يلف المملكة لمدة اسبوعين، وبيعين إلسا مكانه علشان تحكم المدينة لحد ما يرجع. لكن الحظ ما كانش في صالحهم ابدا لانهم بيركبوا سفينة في البحر والسفينة دي بتغرق وبيموتوا، وبكده تبقى إلسا الملكة الرسمية للمملكة. ولما الخبر بيوصل للمملكة كلها سكان كلهم بيزعلوا على موتهم وبيعملوا مراسم دفن كبيرة جدا، ما عدا إلسا اللي ما بتخرجش من اوضتها من كتر الحزن وكمان علشان ما تأذيش حد بقوتها. ومن هنا بتبدأ آنا تحس بالعزلة، وخاصة ان مبقاش فاضل لها حد غير اختها اللي ما بتعرفش تشوفها ولا مرة. وبعد ما بيعدي 3 سنين بنشوف الدنيا اتغيرت خالص في المدينة والناس نسيوا الملك القديم، واليوم ده كان حفلة تتويج لإلسا علشان تبقى الملكة بتاعتهم. تبدأ آنا تجهز نفسها وهي فرحانة علشان تحضر حفلة تتويج، وبتخرج تشرف على تجهيز حفلة بنفسها، بس وهي ماشية بالغلط بتخبط في حصان وبيطلع حصان تبع واحد اسمه هانز واللي بيعرفها بنفسه وانه امير من الجزر الجنوبية، فبتفرح آنا وبتعرفه بنفسها هي كمان وانها اميرة المملكة، وبتسيبه وبتمشي بسرعة علشان تكمل اشراف على الحفلة. وبعد شوية بتبدأ حفلة التتويج اخيرا، وبتخرج إلسا من اوضتها لأول مرة وكل سكان المدينة كانوا مبهورين بجمالها. وبتبدأ طقوس التتويج والمفروض ان إلسا تشيل الصولجان، فبتضطر تخلع الجوانتي بتاعها علشان تمسكه، واول ما بتمسك الصولجان بيبدأ يتجمد في ايديها فبتخاف حد ياخد باله وبترميه بسرعة، وبترجع تلبس الجوانتي بتاعها من تاني وبيقدموها بشكل رسمي على انها الملكة الجديدة لمملكة إيرلندل. وبتبدأ فقرات الحفلة واللي من ضمنها فقرة الرقص. وقتها آنا بتقرب من اختها وبتقول لها انها مبسوطة جدا علشان شافتها من سنين، ولما آنا بتحاول تقرب من إلسا علشان يرقصوا سوا إلسا بتتعصب وبتبعد عنها بسرعة. ساعتها آنا بتحس في حاجة غريبة وان اختها مش حابة تقرب منها، فبتزعل وبتبدأ تمشي من الحفلة وهي متضايقة، لكن بتخبط في هانز مرة تانية واللي كان باين انه معجب بيها فعرض عليها انه يرقص معاها. وبعد ما بيخلصوا فقرة الرقص خرجوا يتمشوا سوا في الجنينة، وساعتها هانز بيبدأ يحكي لها وبيعرفها ان عنده 13 اخ وكلهم بيكرهوه، فبترد آنا عليه بان
لأن كلهم شبه بعض، وده لأنها كل ما تحاول تقرب من أختها بتبعدها عنها. فهانز بيبدأ يتأثر بكلامها وبيحس إنها طيبة، ومن غير ما ياخدوا وقت في التعرف على بعض بيعرض عليها هانز الجواز على طول. والغريبة إن أنا بتوافق هي كمان، وبتاخده وبتروح لأختها إلسا علشان تطلب موافقتها على الجوازة. لكن إلسا بتستغرب إنها عاوزة تتجوز من هانز برغم إنهم لسه متعرفين على بعض، وبترفض جوازه وبتسيبهم وبتمشي. بس أنا بتتعصب وبتقولها إنها عاوزة تشارك حد حياتها لأنها مش هتقدر تعيش معزولة عن الناس زيها، وكل ده بيكون قدام الناس اللي في الحفلة. ساعتها إلسا بتحس بالإحراج، ومن كتر الإحراج اللي هي فيه ما بتقدرش تتحكم في مشاعرها، وبالغلط بتعمل ما بينهم حاجز من التلج. وقتها الناس بيتصدموا من قوة إلسا، وإنهم أول مرة يعرفوا إن إلسا عندها قوة سحرية. فبتخاف إلسا من نظراتهم وبتطلع تجري على بره لحد ما بتوصل للجنينة وتلمس النافورة من غير ما تقصد. فساعتها المية بتاعت النافورة كلها بتتحول لتلج، فالناس بيبدأوا يخافوا منها وبيبعدوا عنها، وإلسا بتخاف أكتر منهم. وكمان علشان مش قادرة تسيطر على قوتها بتطلع كتل تلجية كتيرة من إيديها وبتضرب الناس بيها، وده بيسبب حالة فزع وخوف عند الناس لأنهم بيفكروا إلسا بتهجم عليهم. وإلسا بتحول النهر لقطع تلج وبتجري فوقه لحد ما بتهرب بره المدينة. وبسبب اللي حصل ده الصيف بيتحول لفصل الشتاء والبلد كلها بتتحول لجليد. وقتها بس أنا بتفهم سبب العزلة اللي أختها كانت فيها وإنها ظلمتها من البداية، وبتقرر تاخد الحصان بتاعها وتروح تدور على أختها علشان ترجعها. فهانز بيساعدها وبيركبها الحصان وبيسيبها تروح لوحدها. لكن قبل ما أنا تتحرك بلغ هانز إنه هيبقى المسؤول عن المملكة في غيابها. ومن الناحية التانية إلسا كانت حولت المكان اللي حواليها كله الجليد، وبتكلم نفسها وبتقول إنها مش هتخاف من حد تاني، وبتقرر إنها تبني قصر خاص بيها من التلج علشان تعيش براحتها وتبقى بعيدة عن الناس خالص. وبنرجع وبنشوف أنا وهي ماشية وسط منطقة جليدية وعمالة تنادي على أختها في كل مكان، وبتفضل ماشية تدور على أي حد يساعدها لحد ما بتلاقي محل وسط الغابة. فبتدخل تدور على أي جزمة تلبسها، ولما بتسأل صاحب المحل لو كان شاف أختها فبيعرفها إنه مفيش حد جه هنا من فترة، وده بسبب العاصفة الثلجية اللي غطت المكان. وفي نفس اللحظة بيدخل عليهم راجل متغطي بتلج، فبيجمع شوية حاجات وبيقول لصاحب المحل إنه هيبقى يدفع له بعدين. لكن صاحب المحل بيرفض وبيطرده بره. وفي اللحظة دي بيبان ملامح الراجل، وساعتها بنعرف إنه كريستوف الطفل اللي شاف أنا وهي صغيرة عند الكائنات السحرية. وبعد شوية بنشوف أنا وهي داخلة عليه بالحاجات اللي كان محتاجها من صاحب المحل، وبتطلب منه إنه يوصلها لمنطقة الشمال لأنها مفكرة إن أختها هتبقى هناك، وبيوافق على العرض بتاعها من غير ما يسأل. وبعد شوية بنشوفهم وهم راكبين العربية وبيجروا وسط الجليد. تبدأ أنا تحكي له عن حياتها وإن أختها مش موافقة على جوازها، لكن كريستوف بيكون مقتنع بكلام أختها، وخصوصا إنها مش هينفع تتجوز من شخص لسه متعرفة عليه جديد. فبتحاول تقنعه لكن بيوقفها وبيقولها إنه سامع أصوات غريبة قريبة منهم. ولما بيركز شوية بيتفاجئ بمجموعة ذئاب محاصراهم. ساعتها بيؤمر الغزال بتاعه يجري بسرعة، لكن وهم بيجروا بسرعة كريستوف يقع من العربية، ومن حسن حظه إنه بيتعلق في حبل بيفضل مربوط في العربية. بس الذئاب كانت بتحاول تهجم عليه، وساعتها أنا بتبدأ تهدف عليهم نار علشان تساعد كريستوف، وبتساعد كريستوف لحد ما بترجعه تاني العربية. لكن ما بيعديش كتير وبيتفاجئوا إن الطريق مقطوع وإنهم هيقعوا من فوق جبل عالي. وقتها كريستوف بياخد أنا وبيركبوا على ظهر الغزال وبيفكوا العربية منهم علشان ينطوا للناحية التانية، والعربية بتقع تحت الجبل وبتتدمر. لكن كريستوف كان هيقع من على الجبل لولا إنه بيمسك في الحافة على آخر وقت لحد ما أنا بتروح تساعده وبتطلعه، وبتوعده إنها هتبقى تجيب له عربية جديدة بدل اللي دمرت، لأن كل اللي حصل ده بسببها. وبيكملوا طريقهم لحد ما بيعدوا على رجل تلجي اسمه أولاف. ولو تفتكروا هو نفس الراجل التلجي اللي إلسا صنعته وهي صغيرة لأختها أنا، وأنا لما بتشوفه بتفتكره على طول. ساعتها أولاف بيفرح لما بيعرف إن أنا تبقى أخت إلسا، عرفها إنه عارف طريق إلسا وهيوصلها ليها. وفي نفس الوقت بنشوف هانز وهو بيوزع بطاطين على سكان المملكة، وده لأن المكان كله اتحول لقطع تلج بسبب قوة إلسا. ومن وقتها والصيف بقى عندهم شتاء ومفيش أي حل للموضوع ده خالص. وبيتفاجئ لما بيشوف حصان أنا راجع لوحده، وبيفهم إن كده إن أنا خطر، وبيطلب متطوعين من
أهل المملكة علشان يساعدوه يرجعوا آنا. وقتها الوزير بيرد عليه وبيقوله إن الحراس بتوعه هم اللي هيروحوا معاه، لكن بصوت واطي بيقوم طالب من الحراس إنهم أول ما يشوفوا إلسا وآنا يخلصوا عليهم علشان يسيطر على المملكة. وبنرجع مرة تانية لآنا وكريستوف وهم ماشيين مع أولاف، ولما بيوصلوا للقصر بتاع إلسا آنا تطلب منهم يفضلوا بره لحد ما تدخل تتكلم مع أختها لوحدها الأول، فبيوافقوا على طلبها وبيسيبوها. تدخل آنا تدور على أختها لحد ما بتلاقيها وبتحاول تقنعها ترجع معاها للمملكة علشان تحكمها من تاني، لكن إلسا بترفض ترجع معاها. وقتها آنا تقول لها إنها لازم ترجع معاها علشان ترجع كل حاجة لطبيعتها من تاني. لحظتها إلسا بتتوتر من كلامها وبتعرفها إنها لسه ما اتحكمتش في قوتها بشكل كامل. من كتر التوتر اللي عندها بتضرب آنا كورة تلج من غير ما تقصد، والكورة بتبقى كبيرة فآنا بتتعب جامد. على دخلت كريستوف واللي بيجي يساعد آنا وبيطلب منها إنهم يمشوا حالا، لكن آنا بترفض تمشي لوحدها وبتقوله إنها مش عايزة تمشي غير لما تاخد أختها معاها. وقتها إلسا بتتعصب أكتر وبتصنع لهم رجل تلج عملاق وبتخليه يطردهم بره القصر. وفجأة شعر آنا بيتحول للشعر الأبيض، ولما كريستوف بياخد باله بيقلق عليها جدا وبيعرفها إن وضعها بقى خطير ولازم تتعالج ضروري، وبيقولها إن لما شعرها كله يتحول للون الأبيض ساعتها حالتها هتبقى خطيرة وهتموت. وبيقرر ياخدها لأصحابه علشان يعالجوها، وبنكتشف إن أصحابه دول هم نفس الناس اللي عالجوها لما تعبت وهي صغيرة. وأول ما بيوصلوا لكائنات بترحب بيهم وبيبقوا مبسوطين بوجود كريستوف عندهم، ولما بياخدوا بالهم من آنا بيفتكروها حبيبته. كريستوف بيعرفهم إنها مجرد صديقة مش أكتر. وفي الوقت ده بيطلع الزعيم بتاع الكائنات وبيكشف على آنا وبيعرفها إن إلسا ضربتها ضربة قوية في قلبها، وإن قلبها لما يجمد بشكل كامل هتموت، وللأسف مش هيقدر يساعدها بحاجة. وبيعرفها إن حلها الوحيد علشان تخاف إنها تقابل حب حقيقي، وللأسف مش هيقدر يساعدها بحاجة. فبتتأثر بكلامه وبيبدأ شعرها يتحول للون الأبيض وبتبدأ تتعب أكتر. ساعتها كريستوف بيفتكر كلامها معاه عن حبيبها هانز وبيقرر يرجعها ليه يمكن تخاف، وبياخدها على الغزال بتاعه وبيطلع يجري على المملكة. في نفس الوقت كان هانز وصل لقصر إلسا ومعاه الحراس، ولما بيحاول يدخل يدور على إلسا وآنا بيتفاجئ برجل التلج قدامه، فبتدور معركة كبيرة ما بينهم، لكن حراس الوزير بيتسحبوا من وراهم وبيدخلوا القصر ويدوروا على إلسا علشان يقتلوها زي ما الوزير أمرهم. وأول ما بيوصلوا لها بيحاولوا يضربوها بأسهم كتير، لكن إلسا بتواجههم وتتصدى ليهم بدروع من تلج، بس وهي مشغولة مع واحد بيلف حارس تاني من ورا ظهرها وكان هيقتلها. وقتها هانز بيشوفها وبيروح يغير مسار الضربة بتاعته، فالسهم بيضرب في نجفة تلج كبيرة في السقف كانت هتقع فوق إلسا لولا إنها بتجري بسرعة، لكن من قوة الوقعة بتاعة النجفة إلسا بيغمى عليها. وتاني يوم لما بتصحى إلسا من النوم بتتفاجئ بنفسها محبوسة جوه زنزانة، وبنكتشف إن هانز هو اللي حبسها علشان ما تأذيش حد بقوتها. وبنرجع لكريستوفر اللي بنكتشف إنه وصل للمملكة أخيرا، فبيسلم آنا للحراس علشان يوصلوها بحبيبها هانز وبيسيبها وبيمشي، وبيبان إنه متعلق بيها جدا. فبتوصل آنا لهانز وبتحكيله عن كل اللي حصل وبتعرفه إن قلبها متجمد وهتموت قريب، وإنه حبه ليها هو الوحيد اللي هينقذها. ساعتها هانز بيبان على حياته وبيعرفها إنه ما بيحبهاش ولا حاجة، وبنكتشف إنه كان جاي المدينة علشان يسرق حكم المملكة من إلسا، واستغل المشاكل اللي ما بينها وما بين أختها علشان يقرب منها، وكان مستني اللحظة المناسبة اللي هيخلص منهم هما الاتنين، وبيقرر يسيبها تموت لوحدها، وبيعرفها إنه هيخلص على إلسا علشان ما يتفضلش حد فيهم، وبعدين حكم المملكة يروح له هو، وبيحبسها في أوضتها وبيسيبها وبيمشي، وبيروح يبعت رجالته علشان يقتلوا إلسا. لكن من حسن حظها إنها بتسمع الحراس وهم بيقربوا منها وناويين يقتلوها، فبتدمر الزنزانة بتاعتها وبتهرب. في نفس الوقت بنشوف كريستوف وهو قاعد حزين جنب القصر، وقتها بياخد باله من عاصفة ثلجية جوه القصر، فبيقلق على آنا وبيجري يدور عليها. ولما بنرجع لآنا بنشوف أولاف قاعد جنبها، واللي لما بيلاقيها تعبانة جامد بيولع نار جنبها علشان تدفى.
وبرغم انه رجل تلج وهيسيح من النار الا انه بيضحي بنفسه علشان انا تعيش. في نفس الوقت إلسا بنلاقيها بتحاول تهرب من المملكة، لكن هانز بيظهر قدامها وبيعرفها ان انا ماتت بسببها، فبتنصدم إلسا لما بتعرف ان اختها ماتت وبتحزن وبتقع على الارض. وقتها هانز بيستغل الفرصة وبيطلع سيفه علشان يقتلها، لكن قبل ما يقرب منها بتظهر انا وبتجري تقف قدام هانز، بس جسمها كله بيتجمد وبتتحول لتمثال من الجليد وبتتصدى لضربة السيف بتاعت هانز، فالسيف بينكسر بسببها. ولما إلسا بتشوف اختها متجمدة قدامها وانها انقذتها وفادتها بحياتها فبتحضن اختها وهي بتعيط جامد، وساعتها بيبدأ الجليد يسيح من على انا وبترجع لطبيعتها من تاني، وبيظهر ان حب إلسا كان صادق من البداية، بس انا ما كانتش واخدة بالها. فبتفرح إلسا برجوع اختها ليها، بتحاول تسيطر على قوتها، بتخلي التلج كله يسيح عن المملكة لدرجة ان السيف بيرجع من تاني، وبتقرر انها تسجن هانز والوزير جزاء على خطتهم الشريرة وانهم بانوا على حياتهم. اما انا فلقت حب حياتها اخيرا واللي طلع كريستوف، وإلسا طبعا مرضتش ترفض المرة دي، وكمان انا بتوفي بوعدها وبتجيب عربية جديدة لكريستوف بدل اللي اتدمرت، وإلسا بترجع الملكة الرسمية للمملكة بعد كل اللي حصل، وبيعيشوا مع بعض في المملكة بكل حب وسعادة. فيلمنا بيبدأ في بيت خياطة وهي بتحكي لبنتها قصة الأمير والضفدع. ساعتها بنتعرف على تيانا وتشارلت. تيانا تبقى بنت الست الخياطة، أما تشارلت فكانت بنت أغنى راجل في المدينة. وأثناء ما والدة تيانا كانت بتعمل فستان لتشارلت قعدت تحكي لهم عن قصة الأمير والضفدع وإزاي الأمير اتحول لبشري بعد ما باس الأميرة ورجع لشكله الطبيعي. فبعد ما والدة تيانا خلصت القصة تشارلت اتحمست جدا وقالت انها مستعدة تبوس ضفدع لو هيتحول لأمير ويتجوزها، عكس تيانا اللي قرفت من الموضوع. ولما تخيلت شكلها قالت ان عمرها ما هتعمل حاجة زي دي ابدا. وقتها بيوصل والد تشارلت وبيشوف فستان بنته وبيشكر والدة تيانا علشان هي اشطر خياطة في المدينة كلها، لكن تشارلت بتوقف باباها وبتطلب منه انه يخلي والدة تيانا تعمل لها فستان تاني شبه اللي قصة الأميرة والضفدع، وواضح انها بقت مهووسة بالموضوع. وطبعا باباها ما بيأخرلهاش طلب وبيطلب من والدة تيانا تعمل لها فستان تاني، فوالدة تيانا بتفرح علشان هتشتغل تاني وهتقبض فلوس اكتر، وبتقول انها هتعمل فستان اجمل منه. وبعدين بتاخد تيانا وبتسيبهم وبتمشي، واول ما بيرجعوا البيت والدة تيانا على طول بتقعد على مكنة الخياطة علشان تصمم فستان لتشارلت اللي طلبته. اما تيانا فراحت تحضر الاكل مع باباها، وواضح انهم كانوا مبسوطين سوا جدا. وبنعرف ان والد تيانا شيف كبير ونفسه يفتح مطعم يدخلهم فلوس كتير، ولكن امكانياته المالية مش مساعداه، فبيقرر يشتغل لحد ما يحقق حلم. وبيبان ان تيانا نفسها هي كمان تحقق نفس حلم باباها، وبعدها بيتجمعوا مع جيرانهم وبياكلوا كلهم مع بعض. وكان باين ان والد تيانا بيحب يشارك الاكل مع الناس وبيفرح لما بيشوفهم وهم مبسوطين. بعد شوية وقت والد تيانا بياخد بنته للسرير وبيفضل يتكلم معاها عن فوائد الاكل وانه بيجمع الناس دايما، وكمان لما يحقق حلمه ويفتح مطعمه الخاص الناس هتجيله من كل حته وهيبقوا توابير عليه. ساعتها تيانا بتطلع تقف في الشباك فبتشوف نجمه بتلمع جدا، فبتقول لاهلها ان الكتاب بتاع شارلوت كان مكتوب فيه انهم لو شافوا نجمه بتلمع في السماء قوي وتمنوا امنيه هتتحقق على طول. فباباها ومامتها بيضحكوا عليها وبيقولوا لها خلاص اتمني كل اللي انت عاوزاه. وبعد ما بيسيبوها وبيخرجوا بتقف تيانا في الشباك وبتتمنى كل اللي نفسها فيه، لكن فجأة بيظهر قدامها ضفدع فبتفتكر القصة بتاعت الأمير والضفدع وبتخاف جدا، فبتقفل الشباك بسرعة وبترجع لأوضتها من تاني. وبتعدي السنين وبنشوف تيانا بعد ما كبرت، وللأسف باباها مات من غير ما يحقق حلمه، ووالدتها لسه شغالة في الخياطة زي ما هي، وتيانا كانت بتشتغل كل حاجة حرفيا علشان تجمع فلوس وتفتح المطعم اللي نفسها فيه. واتضح انها اخدت حلم والدها كأنه حلمها، وبرغم ان الدخل ما كانش احسن حاجة الا انها كانت بتحوش كل الفلوس اللي بتدخل لها. وتاني يوم بتروح تيانا تشتغل في المطعم كالعادة، فبتقابل بنت بتعرض عليها تروح معاها حفلة بالليل، لكن تيانا بترفض العرض وبتعتذر لها علشان عندها شغل وانها شغالة بالنهار وبالليل علشان توفر تمن المقدم بتاع المطعم.
المطعم. فالشيف بتاع المكان بيسمعها وبيتريق عليها وبيقول لها ازاي هتجيب فلوس المطعم ده، لانه عاوز مبلغ كبير جدا. لكن ما بيعديش كتير وبتدخل تشارلت اللي كبرت هي كمان وبيكون معاها والدها. وساعتها تشارلت بتكون مبسوطة جدا علشان الامير نافين هيزور المدينة وانه ناوي يختار عروسة يتجوزها من هنا، وبتعرفها ان والدها ناوي يعزمه عندهم في البيت علشان يشوفوا بعض، وبتطلع فلوس كتير وبتديها لتيانا علشان تحضر اكل يليق بالامير نافين. فالشيف اللي كان بيتريق عليها بيتفاجئ بالفلوس الكتير اللي تشارلت عطتها لتيانا، وتيانا بتفرح جدا لان المبلغ ده هيخليها تدفع المقدم بتاع المطعم. وبعد ما تيانا بتخلص شغلها بتروح لبيت قديم ناوية تشتريه وتحوله المطعم، ولحظتها بتوصل والدتها اللي كانت جايبة الحلة بتاعت والد تيانا واللي كان متعود يطبخ فيها دايما. فبتزعل تيانا لانها بتفتكر باباها وبتقول لها انه وحشها جدا. فوالدتها بتحضنها وبتاخدها يتفرجوا على البيت، وهناك بتفضل تيانا تشرح لوالدتها كل الحاجات اللي ناوية تعملها في البيت وازاي هيبقى مطعم كبير، وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا وهم مبسوطين. ومن الناحية التانية بنشوف الامير نافين وهو بيرقص مع البنات، وبعدها بيطلب من المساعد بتاعه انه يوصله البيت والد تشارلت علشان يحضروا الحفلة من بدري. لكن قبل ما يتحركوا بيظهر ساحر في المدينة وبيعرف نافين انه بيقدر يشوف المستقبل. فنافين بيقرر يروح يشوف مستقبله عامل ازاي. فالمساعد بتاعه بيحاول يقوله يبعد عن الساحر ده لانه نصاب، لكن نافين ما بيسمعش كلامه وبيصمم يروح مع الساحر. فالمساعد بيضطر يروح وراه، وطول الطريق الساحر بيفضل يكلم نافين عن مستقبله، وبنعرف ان نافين مفلس ومبقاش لاقي ياكل، وانه جاي المدينة علشان يدور على عروسة غنية علشان تساعده في المصاريف، وده لانه متعود على حياة الترفيه ومش هيقدر يعيش زي حياة الفقراء. واول ما بيوصلوا لبيت الساحر بيكتشفوا انه بيستخدم السحر الاسود وانه مش مجرد ساحر عادي، والساحر كمان بيكتفه باستخدام السحر الاسود وبياخد منه دم كتير وبيحطه في وعاء خاص، وبعدين بيعمل عليه تعويذة وبتحوله لضفدع. في نفس الوقت كانت تيانا قاعدة مع تشارلت في البيت، وتشارلت كانت متوترة متضايقة جدا لان نافين اتأخر عليها. فتيانا بتواسيها وبتحاول تهديها. وقتها بيوصل الامير نافين للحفلة، فبتجري تشارلت وبتكون مش مصدقة نفسها انه اخيرا وصل، وبتروح تقابله وبتبدأ ترقص معاه وبيبان عليها انها مبسوطة جدا. لكن تيانا بتقابل صحاب البيت اللي ناوية تشتريه واللي كانوا موجودين في الحفلة ساعتها، وبيعرفوا تيانا انهم رجعوا في بيع البيت علشان ظهر ليهم مشتري تاني هيدفع فلوس اكتر، وبيعرضوا عليها انها لو عاوزة تشتري البيت فعلا تجيب فلوس اكتر بس يكون قبل نهاية الاسبوع. فبتزعل تيانا جدا لانها جمعت المبلغ ده بالعافية، فهتجيب فلوس اكتر منين وفي خلال المدة القليلة دي، وبتروح تقعد لوحدها. لكن للأسف بتقع وهدومها بتتبهدل جدا. وقتها كانت تشارلت بتدور عليها في كل مكان، ولما بتشوفها بتطلب منها تجيب اكل علشان الامير نافين ياكل. بس لما بتاخد بالها منها وهي متبهدلة بتاخدها معاها لأوضتها وبتديها فستان جديد من بتوعها. وبعد ما تيانا بتلبس الفستان بيبقى شكلها جميل جدا، وده لانها بقت شبه الاميرات. لكن ما بيعديش كتير وتشارلت بتسيبها علشان ترجع للامير نافين. اما تيانا بتفضل في الأوضة وهي متضايقة وبتفكر هتحل موضوع البيت ازاي وهتجيب المبلغ اللي فاضل منين، وبتطلع تقف في البلكونة تفكر. فبتلاقي نجمة بتلمع في السماء، فبتفتكر اللي قريته زمان في كتاب الأمنيات وبتفضل تتمنى أمنيتها تتحقق. لكن فجأة بتلاقي ضفدع واقف قدامها. ساعتها بتفتكر القصة بتاعت الأمير والضفدع اللي مامتها حكتها لها من زمان وهي صغيرة، وبتقف تتكلم مع الضفدع وهي بتتريق على الموضوع وازاي هتبوس الضفدع ده ويتحول لأمير مرة واحدة، علشان تتفاجئ بالضفدع وهو بيرد عليها. فبتخاف جدا وبتجري على الأوضة وهي مفكرة ان كل ده عبارة عن حلم. لكن الضفدع بيفضل ماشي وراها فبتحاول تضربه بأي حاجة. فساعتها الضفدع بيحاول يهديها وبيقولها انه الأمير نافين. فبتنصدم تيانا وبتسأله امال مين الأمير اللي في الحفلة، والمفاجأة ان نافين نفسه ما كانش عارف مين الأمير اللي في الحفلة. وقتها بياخد باله من كتاب القصص اللي معاها، فبتجيله فكرة وبيطلب منها انها تبوسه علشان يرجع بشري من تاني. وطبعا تيانا بتبقى قرفانة من الموضوع ومش عاوزة تعمل كده، لكن مع اصرار نافين بتضطر تسمع
بتسمع كلامه ولسه بتقرب منه علشان تبوسه، والمفروض هو اللي يرجع لشكله البشري. اللي بيحصل العكس وهي اللي بتتحول لضفدع، فبتتعصب جدا وبتتخانق مع نافين، ونافين بيكتشف انها مش اميرة ولا حاجة. فالاتنين بيفضلوا يتخانقوا مع بعض، واثناء الخناقة بيزقوا بعض وبيقعوا وسط المعازيم في الحفلة، فالناس بيجروا وراهم علشان يضربوهم. وبعد ما كانوا بيتخانقوا سوا بقى يدوروا على اي وسيلة يهربوا بيها بسرعة. في نفس الوقت بنروح للامير نافين المزيف، اللي بنكتشف انه لويس المساعد بتاع الامير نافين، والساحر هو اللي حوله لشكل الامير نافين علشان محدش يعرف خطته. وبنعرف ان كل ده حصل بسبب سلسلة مسحورة الساحر حط الدم بتاع الامير نافين جواها. وبنرجع مرة تانية للامير نافين وهو مع تيانا وبيحكي لها عن الساحر اللي حوله لضفدع، فبتبدأ تيانا تحكي له عن نفسها وبتعرفه انها مش اميرة ولا حاجة، وانها شغالة جرسونة في مطعم. فبينصدم نافين لانه ما كانش متخيل انها تطلع بالشكل ده، لكن مع الصدمة عرف هو ليه ما رجعش لشكله طبيعي من تاني. وفجأة وهم واقفين بيتخانقوا بتبدأ مجموعة من التماسيح تهاجمهم، فبيجروا بسرعة علشان يهربوا منهم لحد ما بينزلوا جوه بركة مية. وتاني يوم بنشوف تيانا وهي بتصحي نافين من النوم علشان يشوفوا حل المشكلة اللي هم فيها. ساعتها نافين كان مستمتع بوقته وشكله مش فارق معاه انه تحول لضفدع، وبيركب فوق ورقة شجرة وبيمشي في البحيرة وهو بيغني لحد ما بيظهر ليهم تمساح واللي كان مراقبهم ولسه بيفتح بقه علشان ياكلهم. وقتها بيشوفوه بيترعبوا، لكن بيطلع التمساح مش ناوي ياكلهم ولا حاجة، وانه كان بيهزر معاهم مش اكتر، وبيعرفهم انه مش من النوعية اللي بتتغذى على الضفادع لانه بيحب المواهب علشان عنده موهبة العزف. فنافين بيحاول يفهمه انهم بني ادمين مش ضفادع، لكن التمساح بيسمع الكلام منه وبيتريق عليه وبيبان انه مش مصدق ولا حرف من كلام. فبتحاول تيانا تفهمه اللي حصل وانهم اتحولوا لضفادع بسبب لعنة كبيرة، وللأسف محتاجين يلاقوا حل علشان يرجعوا لشكلهم الطبيعي من تاني. فالتمساح بيقول لهم مفيش غير ماما أودي هي اللي هتقدر تساعدكم، وبياخدهم معاه علشان يوصلهم لمكانها. نفس الوقت كانت تشارلت قاعدة مع الأمير نافين المزيف واللي كانوا واخدين راحتهم على الآخر، لكن فجأة ودن الأمير نافين بتبدأ تكبر، فبيخاف إن تشارلت تشوفه وبيوطي يخبيها منها. ولما بيبص على السلسلة اللي معاه بيلاقي دم الأمير نافين الحقيقي بينقص، فبيفهم إن ده سبب التحول بتاعه، وإنه لو نقص أكتر من كده هيظهر على حياته. وبيستغل فرصة إن تشارلت مهووسة بيه وبيعرض عليها الجواز، فبتفرح تشارلت جدا وبتجري على والدها علشان تبلغه. وبنرجع لنافين المزيف وبنشوفه وهو واقف مع الساحر، وكان راجع لشكله الحقيقي المساعد لويس، وده لأن الدم اللي في السلسلة خلص خلاص ومحتاجين لدم جديد علشان يكملوا الخطة بتاعتهم، وإنهم لازم يلاقوا الأمير نافين الحقيقي بأي طريقة. ومن الناحية تانية بتكون تيانا بتحكي لنافين عن حلمها هي ووالدها. في الوقت ده كان نافين مركز معاها جدا، وبسبب الغريزة التلقائية لضفادع بيطلع لسانه وبيصطاد حشرة. فتيانا بتنصدم من اللي بيعمله وبتهرب جدا، وبتقوله إنه عمرها ما تعمل زيه أبدا. وقتها بتظهر حشرة طايرة ومنورة وبتتعرف عليهم، وبنعرف إن اسمه راي. ساعتها تيانا بتقوله إنهم رايحين لماما أودي، فبيعرفهم راي إنهم ماشيين في الاتجاه الغلط، وبيطلب من الحشرات زمايله إنهم يوروا لهم الطريق، وفعلا بينوروا ليهم الطريق طول ما هم ماشيين. وبنرجع نشوف الساحر وهو قاعد يعمل طقوس غريبة من بتاعته، وبيحضر أرواح شريرة كتير علشان يسألهم عن مكان الأمير نافين، وده في مقابل إنه يسيبهم يعملوا كل اللي هم عاوزينه في المدينة. والأرواح بتوافق على العرض بتاعه، وفعلا بيعرفوا مكان نافين وبيحاولوا يخطفوه، لكن لما بيحاولوا يمسكوه ما بيعرفوش، وبيقدر نافين يهرب منهم بسهولة. وبعدها على طول بيروحوا البيت ماما أودي، ولما بيحكوا لها على اللي حصل بتعرفوا منهم علشان يرجعوا لشكلهم الحقيقي لازم الأمير يبوس أميرة قبل نص الليل، وإلا اللعنة دي هتفضل مكملة معاهم للأبد. فبيقرر نافين إنه يرجع للمدينة علشان يدور على أميرة حقيقية، وبيركبوا سفينة كبيرة في البحر علشان تنقلهم للمدينة، وبياخدوا معاهم التمساح. وفي نص الليل كان نافين محضر عشاء رومانسي لديانا، وكان ناوي يعترف
بيعترف لها بحبه، لكن بمجرد ما بيشوفها مش بيعرف يقول لها حاجة خالص وبيبدأ يتوتر. وتيانا مش بتلاحظ أي حاجة وبتحكيله على حلمها وإنها خلاص هتحققه تاني يوم، لأن بكرة آخر ميعاد في المهلة اللي واخداها. فبيحس نافين إنه هيعطلها عن تحقيق حلمها، وبيرجع في كلامه وما بيرضاش يعترف لها بحبه، وبيوعدها إنه هيفضل جنبها لحد ما يساعدها تحقق حلمها. لكن لما بيسيبها وبيمشي بتظهر الأرواح الشريرة وبيخطفوه وبيحبسوه في صندوق صغير. في نفس الوقت كانت شارلوت مجهزة نفسها وبتنادي على الأمير نافين المزيف وهو قاعد في أوضته، لكن بيظهر الأمير نافين الحقيقي والأرواح الشريرة بتسلمه للساحر. ولما بنرجع تاني لتيانا بنلاقيها عمالة تدور على نافين في كل مكان لحد ما بتقابل الحشرة راي، اللي لما بتسأله إذا شاف نافين ولا لأ بيقول لها إنه ما شافوش من ساعة ما كان رايح يعترف لها بحبه، وإنه قرر يدور على شغل علشان يساعدها في تحقيق حلمها. فبتنصدم تيانا إن نافين بيحبها وهي ما كانتش واخدة بالها منه، وبرغم إنها كانت فرحانة إلا إنها كانت قلقانة عليه جدا وتجري تدور عليه في كل مكان ومش بتلاقيه. فبتجيلها فكرة إنها تروح تدور في قصر شارلوت، وأول ما توصل بتلاقي شارلوت بتجوز من نافين، فبتفتكروا إن الأمير نافين الحقيقي وبتحزن جدا، وده لأنه رجع بني آدم وهي لأ، وكمان اتجوز من شارلوت مش منها، وبتمشي وهي مش عارفة هتروح على فين. ولما الحشرة راي بيشوفها بيحاول يواسيها وبيعرفها إن مش كل الأماني اللي بنتمناها بتتحقق، وبيسيبها وبيرجع للحفلة علشان يتخانق مع الأمير نافين، لكنه بيكتشف إن اللي بيجوز من شارلوت هو الأمير المزيف، وإن الأمير نافين الحقيقي لسه ضفدع وكمان محبوس في صندوق صغير. فبيساعده وبيخرجه من الصندوق، وساعتها الأمير نافين الحقيقي بيهجم على الأمير المزيف وبيوقعه على الأرض، وراي بيخطف السلسلة منه وبيديها لتيانا وبيعرفها إنه ما ينفعش تقع في إيد الساحر أو الأرواح الشريرة. ولما بتلبسها بتتحول لشكلها الحقيقي من تاني، ولكن ما بتلحقش تتحرك من المكان، وبتلاقي الساحر موقفها وبيمارس عليها الألعاب السحر بتاعته، وبيحاول يقنعها إنه هيساعدها في تحقيق حلمها بس تديله السلسلة الأول. فبتفتكر تيانا والدها وقد إيه كانت مبسوطة معاه، وعرفت إن السر اللي كان مخليها مبسوطة كده في إنهم كانوا متجمعين سوا، وبتعرف إن السر مش في تحقيق الحلم، السر إنهم يفضلوا عيلة واحدة ويدافعوا عن بعض. وبتقرر ما تديش السلسلة للساحر، لكنها ما بتلحقش تعمل حاجة والأرواح الشريرة بتخطف السلسلة منها وبترجعها للساحر. فبترجع تيانا لشكل الضفدع من تاني، بس المرة دي بتجري ورا الساحر لحد ما بتاخد السلسلة منه وبتدمرها، وكده تبقى بوظت خطة الساحر كمان مش هيعرف يكملها. أما نافين فكان راح يكلم مع شارلوت وحكالها على كل حاجة وطلب منها تبوسه قبل ما تدوق 12 وإلا هيفضل ملعون طول حياته. وطبعا شارلوت ما صدقت ووافقت تبوسه عادي، لكن قبل ما تقرب منه بتظهر تيانا وتمنعه. فبيعرفها نافين ان دي الطريقة الوحيدة علشان يرجعوا بيها لشكلهم الحقيقي، بس تيانا بتقاطعه وبتعترف له بحبها، وكمان بتقوله ان حلمها مش هيكمل غير وهما الاتنين مع بعض. بتتأثر شارلوت بكلامهم سوا وبتقرر تساعده، ولسه هتوطي علشان تبوسه بتبص على الساعة بتلاقيها عدت الساعة 12، وبكده الوقت عدى ومش هيرجعوا لشكلهم طبيعي من تاني. فبتزعل تيانا ونافين لكنهم بيفرحوا علشان لسه مع بعض. وفجأة بيظهر التمساح وهو شايل الحشرة راي، واللي بيعرفهم ان الساحر الشرير قتله. فبيروحوا للغابة علشان يدفنوه وهم زعلانين عليه، وبيقرروا ساعتها انهم يتجوزوا علشان يكملوا حياتهم مع بعض، وما بيفرقش معاهم اذا كانوا ضفادع ولا بني ادمين. وفي الفرح وسط الحيوانات ولما بيبوسوا بعض فجأة اللعنة بتتفك وبيرجعوا بني ادمين من تاني، وبنعرف ان اللعنة اتفكت علشان الحب ما بينهم كان حقيقي. وبعد فترة بنشوفهم وهم واقفين في المطعم الجديد اللي اشتروه، ونافين بيحقق حلم تيانا بانه يساعدها، وفي يوم الافتتاح بيحضر عدد كبير من الناس. فبتفتكر تيانا مقولة والدها ان الاكل دايما هو اللي بيجمع الناس وبيخليهم مبسوطين، وبتوصل والدة تيانا علشان تشاركها اللحظة دي، وبيعيشوا كلهم سوا مبسوطين بعد ما عرفوا معنى الحب الحقيقي.
فيلمنا بيبدأ في مملكة بعيدة وبتكون مملكة للفايكنج، والكل فيها بيعيش على الشجاعة والقوة، ومن بين كل المحاربين في أميرة صغيرة اسمها ميريدا مختلفة عن أي أميرة تانية. وفي يوم عيد ميلادها بيهديها والدها الملك فيرجس هدية غريبة جدا بالنسبة لأميرة، بيهديها قوس وسهم. وساعتها مامتها الملكة إلينور واللي بتكون مش عاجبها الهدية خالص، وده لأن ما ينفعش أميرة تشيل قوس، ولكن الأب ما بيهتمش برأيها وبيبدأ إنه يدرب بنته ميريدا على طريقة استخدام القوس. ومن هنا حياة ميريدا هتتغير بسبب القوس ده، وده اللي هنعرفه بعد شوية. والمهم بتفضل ميريدا تتدرب على القوس لحد ما في يوم سهم منها بيطير بعيد وبيختفي جوه الغابة، ولما بتدخل علشان تجيبه بتسمع صوت غريب جدا وبيظهر قدامها ضوء أزرق غريب بيطير بين الشجر، وميريدا بفضلها بتجري وراها علشان تمسكه لكنه فجأة بيختفي. فبتجري على مامتها وباباها وبتحكي لهم على اللي شافته، وساعتها والدتها بتفهمها ان في مقولة قديمة بتقول ان الضوء ده مش مجرد صدفة، ده اللي بيرشدك لقدرك. واثناء ما هما بيتكلموا بيتفاجئوا كلهم بدب عملاق بيهجم عليهم، وساعتها بتاخد الملكة إلينور بنتها ميريدا على الحصان بتاعها وبيهربوا من المكان. وفي الوقت ده الملك فيرجس بيقف قصاده بكل شجاعة وبيحاول انه يدافع عن مراته وبنته علشان ما يحصلهمش، ولكن للأسف بسبب المعركة دي الملك بيفقد رجله. وبتعدي الأيام والسنين وبنشوف الأميرة ميريدا بعد ما كبرت، وبنعرف إن بقى ليها 3 إخوات توأم. وبنشوف الملكة إلينور وهي قاعدة مع بنتها وبتحاول تعلمها إزاي تكون أميرة حقيقية، وبتقول لها إن أنتي مش أي بنت، أنتي هتكوني الملكة بعدي، لازم تتصرفي بعقل واتزان. وبتبدأ تعلمها إزاي تتكلم بثقة وتمشي برقة وتتعرف أكتر على تاريخ المملكة ومسؤوليتها، حتى إزاي تاكل. وأثناء ما هما بيتكلموا بيوصل للملكة إلينور مجموعة من الجوابات، وبتقول إلينور للملك فيرجس إن الأمراء كلهم وافقوا. فبتستغرب ميريدا وبتحاول تفهم الأمراء وافقوا على إيه، فبتعرفها الملكة إلينور إن زعماء القبائل اللي جنبهم بيتقدموا لخطبتها علشان يجوزوها لواحد من أولادهم الأمراء، وإن كل قبيلة هتتقدم بأمير للمنافسة في المباريات اللي هتتعمل علشان يخطبوها. فبتنصدم ميريدا وبتغضب وبترفض إنها تتجوز بالطريقة دي وبتسيب الأكل وبتمشي. بس يا ترى ميريدا هتوافق على العرسان دول وتحب واحد فيهم ولا لأ؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. فبتروح لها الملكة إلينور وبتحاول تقنعها وبتحكي لها قصة قديمة عن ملك حكيم وعادل بعد ما كبر وقرر إنه يقسم مملكته بين ولاده ال4، ولكن وقتها الأمير الأكبر كان عاوز يحكم المملكة لوحده، وبسبب ده بتدخل المملكة كلها في حرب وفوضى. وبتفهمها الملكة إلينور إن القصص دي مجرد دروس بتبين الحقيقة، وإن الجواز مش نهاية العالم. وبتقول لها إنها لو ما وافقتش هتحصل حروب كتيرة جدا، لكن ميريدا برضه بترفض. وبعد شوية بتوصل سفن القبائل للقصر بتاع الملك علشان يتبارزوا قدام بعض لخطوبة الأميرة ميريدا. وبنشوف وقتها الملكة إلينور اللي بتلبس بنتها ميريدا فستان الخطوبة اللي بيكون ضيق جدا، وميريدا مش قادرة تاخد نفسها، لكن مامتها بتتجاهل رأي ميريدا في الفستان وبتقول لها إن دي العادات الملكية وبتنصحها إنها تبتسم دايما. وبيبدأ الاجتماع وبيعرف كل ملك بابنه الأمير وبإنجازاته قدام الملك فيرجس. الملكة إلينور اللي بتحاول تسيطر على تصرفات ميريدا قدام الضيوف، وأثناء كده للأسف المنافسة بتشتد ما بينهم وبتقوم خناقة قوية على خطوبة الأميرة ميريدا. فبتتدخل الملكة إلينور وبتوقفهم وبتعرفهم إن الابن الأكبر لكل قائد هو اللي ممكن يتقدم للمنافسة علشان يخطب الأميرة، وإن لازم كل أمير يثبت جدارته وقوته في استخدام الأسلحة. أما اختيار نوع التحدي ده هيبقى للأميرة ميريدا هي اللي هتختار بنفسها. وساعتها بتتدخل ميريدا وبتختار الرماية، ولكن وقتها بتبصلها مامتها من طريقتها، فبتغير ميريدا أسلوبها وبتعرفهم إن التحدي هيكون الرماية. وفعلا بتبدأ المنافسة وبيفتحوا السهم وبيطلقوا في المكان الغلط. فبتنزل ميريدا ساحة التحدي وبتعرفهم بنفسها قدامهم إنها أميرة مملكة دون بروك، وإن هي هتتحداهم في طلب نفسها، ولو نجحت مفيش أمير هيخطبها. فبتحاول الملكة إلينور إنها توقفها ولكنها بتفشل، وطبعا بتنجح ميريدا إنها تصيب الهدف ال3 في النقطة الصح. وساعتها بتروح لها مامتها وبتاخدها على أوضتها وبتعرفها إن اللي عملته ده ضد القوانين، وإنها أحرقت باقي الأمراء، وإن بكده هتقوم حرب ما بينهم لو الأمور خرجت عن السيطرة. فبتحزن ميريدا جدا وبتحاول تفهمها إنها مش هتكون زيها، وإن هي عمرها ما حاولت تفهمها هي محتاجة إيه، وبتقول لها كل حاجة لازم تمشي زي ما انت عايزاها. وبتتعصب ميريدا وبتقطع رسمة العيلة اللي على الحيطة
الحيطة. فبتتضايق الملكة إلينور من اللي هي عملته وبتاخد منها القوس وبترميه في النار، فبتنصدم ميردا وبتسيبها وبتمشي وهي بتعيط. ولما بتحاول الملكة إلينور إن هي تطلع القوس من النار بتلاقيه القوس اتحرق تماما. وبنرجع لميردا وبنشوفها وهي بتجري بالحصان بتاعها في الغابة، وفجأة بتقع ميردا من على الحصان وبيظهر لها الضوء الأزرق اللي هي شافته وهي صغيرة، فبتمشي وراه لحد ما بتوصل لكوخ صغير في الغابة. ولما بتدخله بتلاقي ست عجوزة بتنحت، فبتقول لها ميردا إن الضوء هو اللي وصلها لهنا. فبتفرجها الست العجوزة على التماثيل الخشبية بتاعتها وبتعرض عليها إنها تشتريها. وأثناء كلامهم بنشوف المقشة وهي بتكنس لوحدها، وكمان الغراب بيتكلم. وساعتها بتفهم ميردا إن الست العجوزة تبقى هي ساحرة الغابة، وبتفهم إن الضوء الأزرق جابها هنا علشان تغير حياتها. فبتقول لها الست العجوزة إنها مش ساحرة، ولو مش هتشتري منها حاجة يبقى تمشي من الكوخ بتاعها. فبتقول لها ميردا إنها هتشتري كل التماثيل بتاعتها، وبتعرض عليها السلسلة بتاعتها في مقابل كل المنحوتات اللي عندها، وكمان تعويذة تغير بيها مامتها، وبكده مصيرها هيتغير. فبتوافق الساحرة وبتبدأ إنها تعمل التعويذة اللي بتكون عبارة عن قطعة كيك. فبتستغرب ميردا وبتسأل الساحرة إن لو مامتها أكلت قطعة الكيك دي هل هتغير مصيرها. فبتقول لها الساحرة إنها لازم تثق فيها، وبتطلب منها إنها تنتظر المنحوتات اللي هي اشترتها علشان هتوصل لها القصر بعد 4 أيام. ولما بتحاول الساحرة تقول أثر التعويذة للأسف بتمشي ميردا وما بتسمعهاش، وبتوصل بعدها للقصر بتاعها وبتدخل المطبخ علشان تحضر طبق الكيك مع الشاي. وفجأة بتدخل عليها والدتها وبتعرفها إنها كانت قلقانة عليها جدا وإنها صرحت الأمراء بكل حاجة، وبتقول لها القرار في إيدك دلوقتي. فبتديها ميردا الكيك وبتعرفها إنها عملته ليها مخصوص، فبتاكل قطعة صغيرة منها وبتسيب الباقي في المطبخ. المهم فجأة بيختل توازن الملكة وبتطلب من بنتها ميردا إنها تاخدها لأوضتها. ولما بيشوفها الزعماء التلاتة بيسألوها على الرد النهائي للخطوبة، فبتعرفهم ميردا إنها تعبانة وإنها هتقول لهم الرد قريب جدا. وبتطلع الملكة إلينور لأوضتها وبتتعب أكتر وبتقع من على السرير. فبتروح ميردا علشان تطمن عليها، فبتلاقي مامتها اتحولت لدب، وبتتخض مامتها جدا لما بتشوف خيالها على الحيطة. وعلشان تتأكد بتجيب مراية علشان تشوف شكلها. وقتها بتنهار ميردا وبتقول لمامتها إن الساحرة اديتها تعويذة غلط، وبتحاول ميردا تفهمها إن دي مش غلطتها وإنها ما كانتش عايزاها تتحول لدب، هي بس كانت عايزة تغير رأيها في الخطوبة. ومن الناحية التانية الملك فيرجس بيصوب أسهم على مجسم الدب، فبيحس إن في حاجة في القصر غريبة، فبيطلع للدور التاني وبيطلب من كل الأمراء إنهم يطلعوا وراه. وبتخرج الملكة إلينور من الأوضة بتاعت ميردا، فبتحاول ميردا إنها تمنعها وبتفهمها إن باباها لو شافها يقتلها. لكن للأسف بتيجي طباخة القصر اللي بتترعب لما بتشوف إلينور وبتطلع تجري بسرعة في القصر لحد ما بتوصل للملك فيرجس اللي بيسألها عن اللي بيحصل، فبتقوله إن في دب في القصر. وبنرجع لميردا وهي بتجري واللي بتلاحظ وقتها إن مامتها مش وراها وإنها دخلت من الطريق التاني. وبتدور ميردا على مامتها لغاية ما بتلاقيها وبتفهم اخواتها إن في ساحرة حولت مامتهم لدب وإنها محتاجة مساعدتهم علشان يقدروا يخرجوا من القصر. فبيعملوا حيلة لخيال مجسم الدب على الحيطة وكمان صوته. وبيفضل الملك فيرجس هو وباقي الزعماء يدوروا في القصر كله وبيشوفوا خيال الدب وبيجروا وراه. ولما بيطلعوا لسطح القصر بيقفلوا الأمراء الصغيرين عليهم الباب. وفي الوقت ده بتحاول ميردا ومامتها يهربوا، وفعلا بيقدروا يهربوا عن طريق المطبخ. وساعتها بيقدر ينزل فيرجس والزعماء بحبل من الملابس من على سطح القصر. ومن الناحية التانية بتروح ميردا ومامتها عند نفس المكان اللي لقيت فيه الضوء، لكنها مش بتلاقيه وبتفضل تنادي عليه علشان يوديها لمكان الساحرة، لكن من غير فايدة. وبتمشي في الغابة لحد ما بتوصل أخيرا لمكان الساحرة. ولما بتدخل ميردا للمكان بتشوف حلة مضيئة وبيطلع منها ضوء على شكل الساحرة اللي بتقول لها إنها راحت مهرجان الصحراء وإن هي مش هترجع منه إلا بعد الربيع. وبتعرفها إنها نسيت تقول لها على آثار التعويذة، وهي إن مع قدوم اليوم التاني هتتحول التعويذة من مجرد تعويذة مؤقتة إلى تعويذة دايمة، إلا لو فهمت المعنى الحقيقي لكلمة إن المصير ممكن تغيره. لكن ميردا ما بتكونش فاهمة معنى الكلمة، فبتحاول إنها ترجعها تاني وبتبدأ إنها تحط كل التعويذات فوق بعض لحد ما بتنفجر الحلة والكوخ. وبعدها بنشوف ميردا هي ومامتها هما الاتنين بالغابة، وبتحلم ميردا بنفسها وهي صغيرة لما كانت قاعدة مع مامتها وبتطمنها إنها جنبها. وبتصحى بعدها ميردا من النوم وبتلاقي مامتها
جايبة أكل مسموم، وبتلحقها ميردا على آخر لحظة وبتاخدها ميردا علشان تجيب لها أكله، وبتصطاد ليها سمك وبتشوهولها وبتفضل تاكل وبتكون عايزة تاكل تاني. فبتبدأ ميردا تعلم مامتها ازاي تصطاد، وبيفضلوا يجروا هما الاتنين ورا السمك في المية. ولما بتبص ميردا على مامتها بتلاقيها كلت سمكة من غير ما تشويها. ميردا ان مامتها بقت تتصرف زي الدببة، واللي بعد ما بتخلص أكل بيتفاجئوا لما بيظهر الضوء من تاني، وبيقرروا انهم يمشوا وراه لحد ما بيوصلوا لمكان غريب وسط الغابة، وهناك بيشوفوا قلعة مهدودة. ولما بتروح ميردا ناحيتها بتقع بالغلط جوه الحفرة موجودة في الأرض، وبتقلق مامتها عليها فبتطمنها وبتقولها ان دي ممكن تكون المملكة اللي هي حكت قصتها قبل كده. تكتشف ميردا منحوتة لتمثال موجود فيه، واللي بيكون منهم أمير منفصل عنهم زي رسمة العيلة اللي هي قطعتها بالسيف. وساعتها بتكتشف ميردا ان التعويذة اللي اتعملت دي حصلت قبل كده من زمان، وان الأمير ده اتحول لدب بقوة 10 رجال. وفجأة بيظهر دب موجود معاها في الحفرة، وميردا بتعرف ان هو دب مردوه اللي بيبدأ ان هو يهجمها. فبتضربه ميردا بالرمح بتاعها، وبتمسك في ايد إلينور اللي بتنقذها وبتوقع عليه حجارة، وبتاخد ميردا على ظهرها وبتجري بيه. وبعدها بتحاول ميردا تقنع مامتها انهم يرجعوا للقصر، لانهم لو ما رجعوش هتفضل دبة للأبد، وانهم لازم يصلحوا القماشة اللي اتقطعت اللي هي الرسمة اللي كانت على الحيطة اللي الساحرة قالت لهم عليها بسبب الغرور. وفعلا بيروحوا هما الاتنين للقصر، ووقتها بيلاقوا الحراس محاصرينه من كل اتجاه، وبتحاول ميردا ومامتها يدوروا على طريقة يدخلوا بيها القصر. ونروح لقاعة القصر واللي بنشوف فيها الزعماء التلاتة اللي بيطلبوا من فيرجس انه يختار واحد من الامراء علشان يتجوز بنته. فبيعرفهم فيرجس ان ولا واحد منهم يليق ببنته الاميرة. فبيرد عليه واحد من الامراء ان بكده الحرب هتقوم ما بينهم. اثناء كده بتقدر تدخل ميردا ومامتها للقصر، وبيروحوا عند باب القاعة اللي فيها الاجتماع، وتشوف ميردا الامراء وهم بيحاربوا بعض. فبتفكر ميردا بسرعة في طريقة تمنعهم قبل ما يموتوا بعض، وبكده يقدروا يطلعوا الأوضة من غير ما حد ياخد باله من إلينور. وبتدخل عليهم ميردا القاعة وبتحاول تلهيهم، وبتتسلل إلينور من ورا الحراس علشان تطلع لأوضتها. وقتها ميردا بتحكي ليهم عن المملكة المفقودة وإنها أسطورة حقيقية، وبتعرفهم إنهم لازم يكونوا زعماء مترابطين لأنهم زمان كانوا بيدافعوا عن أرضهم من أي خطر بيهددهم مع بعض. ولما بتبص ميردا لمامتها بتلاقيها بتحاول تفهمها بالإشارة إنها لازم تعترف ليهم إنها مش جاهزة للخطوبة، وكمان ما ينفعش يرغموها على حاجة لأنها شايفة أحرار في كتابة القصص بتاعتهم. وفعلا بيتفقوا الأمراء التلاتة على كلامها، وبتطلب ميردا منهم يروحوا يحتفلوا كلهم. وبتطلع ميردا ومامتها للأوضة علشان يصلحوا الرسمة اللي على الحيطة. ولكن للأسف بعدها فيرجس بيدخل أوضة إلينور، وبيتفاجئ وقتها إن الأوضة متكسرة، وبينصدم لما بيلاقي فستان إلينور مقطوع على الأرض. فبيجري فيرجس علشان يدور على مراته في القصر، ولما بيدخل أوضة ميردا بيترعب إن في دب في أوضة بنته، فبيبدأ يهجم عليه. فبتحاول ميردا تمنعه لكنها بتفشل، وبتعرفه إن الدب ده والدتها. وأثناء الهجوم إلينور بتخربش ميردا بالغلط، وبتخرج بسرعة من الأوضة وبتحاول تهرب منهم بره القصر. وساعتها بتفهم ميردا باباها إن أمها اتعرضت لتعويذة حولتها لدب، لكن فيرجس مش بيصدقها وبيحبسها وبيقفل عليها بالمفتاح. وبيجمع جنوده وبيخرجوا من القصر علشان يطاردوا إلينور. وبنرجع لميردا اللي بتحاول تفتح الباب لكنها بتفشل، فبتاخد الرسمة من على الحيطة وبتدور على إبرة وخيط، وبتنادي على اخواتها اللي اتحولوا لدببة لأنهم أكلوا من الكعك. وفعلا بيجيبوا مفتاح وبتقدر إنها تخرج، وميردا بتاخد القماشة وبتركب الحصان بتاعها وبتجري بسرعة في الغابة علشان تلحقهم، وبيروحوا معاها اخواتها. ومن الناحية التانية بنشوف فيرجس وهو وجنوده ومعاهم الزعماء قدروا إنهم يربطوا إلينور وبيحاصروها من كل مكان. واثناء ما ميردا وهي في الطريق ليهم بتحاول تكمل خياطة الرسمة لحد ما بتشوف قدامها الضوء، فبتمشي وراه لحد ما بتوصل ليهم. وقبل ما فيرجس يقتل إلينور بتوصل ميردا فجأة وبتمنعه وبتطلب منهم يتراجعوا، وبتعرفهم ان الدب ده هو الملكة إلينور. فبيستغرب فيرجس جدا وبيتهمها انها فقدت عقلها وبيأمرها انها تبعد. وفجأة بيظهر الدب مردوه وبيهاجمهم كلهم وبيحاول يقتل ميردا. واول ما إلينور بتشوفه بيقرب من ميردا بتقطع الحبال وبتجري عليه بسرعة وبتهاجمه لحد ما بتوقع صخرة كبيرة عليه وبيموت. وفي الوقت ده بتطلع روحه على شكل الأمير الشرير وبيختفي، وبيعدي الوقت وبتشرق الشمس. فبتجيب ميردا الرسمة بسرعة وبترميها على مامتها وبتنزل الشمس على الرسمة. وأخيرا بترجع إلينور لطبيعتها وبتقول
تقول لبنتها ان اللي حصل ده خلاهم هما الاتنين يتغيروا، وبيجري عليهم فيرجس وبيحضنهم، وبعد فترة بيرسموا على الحيطة رسمة جديدة لإلينور الدبة وبنتها ميردا، وبتعيش المملكة كلها من غير خلافات في حب وسعادة. وهنا الفيلم بيقولك عن بنت أميرة رفضت تعيش زي ما الكل عايز وقررت تختار مصيرها بنفسها. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناتنا لودي بتلخص افلام، وتوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وتكتب لينا في كومنت بتتفرج على الفيديو من اي بلد. اشوفكم في الفيديو الجديد.